السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم. إليكم أبرز عناوين أخبار اليوم: التعديل الحكومي، الكشف عن مؤشر الجديد، الملك يهنئ ألكسندر ستوب بمناسبة تنصيبه لرئيس لجمهورية فنلندا، وزارة التجهيز والماء تحذر بسبب رياح قوية وتطاير الغبار يهم مهن النقل الطرقية إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم. ولكن قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكي يصلكم دائماً كل جديد. إليكم التفاصيل: التعديل الحكومي، الكشف عن مؤشر جديد. قالت مصادر مطلعة إن التعديل الحكومي بات وشيكاً موردة أن تسرع حزب الاستقلال لمؤتمر الوطني في شهر إبريل المقبل، مؤشراً على قرب ظهور النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش. وأكدت المصادر نفسها أن التعديل لن يسبق مؤتم حزب الميزان، بل سينتظر مخرجاته ليتم الشروع في تقديم الاقتراحات إلى الديوان الملكي. وأضافت ذي المصادر أن إجراء تعديل قبل عقد مؤتمر حزب علال الفاسي قد يؤدي إلى إرباك مجرى التوافق الحالية بين تيار حمدي ولد الرشيد ونزار البركة، والتي انتهت بالإجماع على استمرار الأمين العام الحالي والتوافق فيما بعد على تشكيلة وتوزيع اللجنة التنفيذية المقبلة. الملك يهنئ ألكسندر ستوب بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية فنلندا، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى السيد ألكسندر ستوب بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية فنلندا. وقال جلاله الملك في هذه البرقية: يطيب لي أن أقدم إليكم بخالص التهاني على تنصيبك رئيس لجمهورية فنلندا، متمنياً لفخامتكم كامل التوفيق في مهامكم السامية. ومما جاء أيضاً في برقية جلالة الملك: وبهذه المناسبة أؤكد لكم تطلعنا إلى العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب وفنلندا ومواصلة السير بها نحو المستوى الأمثل الذي يرقى لتطلعات الشعبين الصديقين. وزارة التجهيز والماء تحذر بسبب رياح قوية وتطاير الغبار أهابه. وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق وطرق السيار بالمغرب إلى توخي الحط والحذر بسبب وقع هبوب ورياح قوية مع تطاير الغبار في عدد من الأقاليم يوم السبت والأحد. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقعه برياح قوية مع تطاير الغبار بأقل من كل من جرادة وفيجيج والناظور وجرسيف وبولمان ابتداء من ليلة يومه السبت 2 مارس وإلى غاية يوم الأحد. فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة بالمغرب إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظراً لضعف أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية. مهن النقل الطرقية: إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهني النقل الطرقي بالمغرب، وذلك ابتداء من 8 مارس. وأوضحت الوزارة في بلاغها اليوم أنه تابعاً للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنية